الجولة السابعة وحيرة الجولة السابعة، نجيب مين ونبيع مين؟ طب نكابتن هالاند ولا ممكن نجمد قلبنا الجولة دي ونكابتن حد غير هالاند؟ ومين هيكون هو نجم الجولة ومين هيكون هو خازوق الجولة اللي احنا نحاول نتفاداه في الجولة دي؟ كل ده هتعرفه ان شاء الله في الحلقة دي يا صديقي، ان شاء الله في قناتك سياح وفانسي. وطبعا لو انت اول مرة بتتفرج عليا فانا مروان رفعت ودي قناتك سياح وفانسي. اتمنى يا صديقي انك تعمل لي لايك واشتراك في القناة علشان ده حقيقي بيساعدنا ان احنا نوصل لعدد اكبر من الناس في اسرع وقت ممكن. وعايزك دلوقتي تنزل في الكومنتات حالا وتقول لي مين هيكون هو نجم الجولة من وجهة نظرك ومين برضه هيكون هو خازوق الجولة، واللي هيتوقع صح هطلع اسمه ان شاء الله في حلقة ملخص الجولة في الحلقة الجاية. هنقسم الحلقه بتاعتنا كده سريعا، هنتكلم الاول عن ماتش سريعا كده وايه هم افضل لعيبه من كل ماتش ومن كل فرقه، وبعد كده هنشوف فقره اللعيب اللي نقول له اتفضل عندنا واللعيب اللي نقول له فريقنا يا عمنا، وبعد كده نشوف افضل كابتنه للجوله دي، الكابتنه المضمونه والكابتنه المجنونه، وبعد كده هوريك تشكيلتي النهائيه وتشكيله افضل 11 لعيب من وجهه نظري للجوله الجايه، هجمعهم لك كده في تشكيله واحده واحطهم لك، ودي بقارن ما بينهم وبين تشكيله الموقع الرسمي بتاع الفانتازي، بقارن ما بينهم في حلقه ملخص الجوله وبنشوف مين اللي جاب اعلى. لحد دلوقتي انا متفوق عليهم بنتيجه 3-1 ايام جوزيه مورينيو. بدايه اول ماتش ان شاء الله معانا في الجوله ماتش استون فيلا وبرايتون. افضل اللعيبه من استون فيلا واتكنز وديابي وكاش. انا دلوقتي هحط لك الجدول بتاع استون فيلا دلوقتي جنبي وشوف الجدول بتاعهم عامل ازاي للجولات الجايه. جدول سهل جدا لازم تستثمر فيهم وتجيب الثلاثه. وافضل اللعيبه من برايتون ميتوما واستوبينيان، وانا من رايي اصلا انك انت دلوقتي استوبينيان للجولات الجايه دلوقتي الجدول بتاعه صعب، انت هتلعبه علشان اسيستات بس، انما انت ما تستنظرش منه الكلين شيت. ميتوما هتلعبه اساسي علشان الهجوم بتاع برايتون، وتوقع برضو ان برايتون الفتره الجايه هتعمل روتيشن اكتر علشان الدوري الاوروبي بتاعهم ماتشات صعبه جدا. بلاش فريكسون، بلاش جواو بيدرو، بلاش سوري مارش. ماتش زي ده انا شايف ان هيكون فيه اجوان كتير، ممكن يخلص 2-2 او 3-2 لحد من الفرقتين. يجي بقى للماتش اللي بعده ايفرتون ولوتون. انا من رايي افضل لعيبه من ايفرتون عبد الله دوكوري وهاريسون لسه راجع، وانا شايفه هيكون اختيار ديفنشال كويس جدا، وتراكفسكي من دفاع. وانا من رايي بلاش بيتو علشان انا شايف ان في ناس راحوا يجيبوه للجولتين الجايين دول عشان كالفرت لون رجع خلاص. وافضل اللعيبه من لوتون هو موريس. ما تشوفش بقى حد من الدفاع ولا نص ولا اي حاجه، واصلا موريس الجوله دي هتلعبه علشان الدبل وبعد كده ترميه في اقرب مقلب زباله. ماتش زي ده بالنتائج الاخيره لايفرتون فانا شايف ان ايفرتون تكسب الماتش ده مستريح 3-0 او 3-1. ماتش اليونايتد وكريستال بالاس. افضل اللعيبه من اليونايتد هو هالاند اللايت. انا من رايي بلاش راشفورد وبلاش برونو لو انت بتعمل وايلد كارد. طب لو هما معاك اصلا خلاص لعبهم، انما لو مش معاك خلاص بيعهم، ولو انت معاك دبل منهم راشفورد وبرونو بيع واحد منهم، والاقرب ان انت تبيعه راشفورد. هما الاثنين صدقني سيئين، اليونايتد سيئه خالص في الهجوم، بس برونو علشان معاه ضربات جزاء. طب لو انت معاك راشفورد خلاص سيبه، ما تروحش تبيعه وتجيب برونو. وافضل اللعيبه من كريستال بالاس فاكس خالص، ما تجيبش اي حد منهم، حتى كمان ادوارد اتصاب وايزيس بيرن عليه كتير قوي، فبلاش حد من كريستال بالاس خالص ولا حتى كمان الدفاع. وماتش زي ده انا شايف الكلين شيت لليونايتد اقرب، وشايف ان ممكن يخلص 2-0 او 3-0 لليونايتد. ونيجي بقى لماتش نيوكاسل وبيرنلي. طبعا احنا اول حاجه عندنا في نيوكاسل الدفاع. افضل اللعيبه من نيوكاسل هو خط الدفاع بتاعهم كله بالحارس، سواء بقى ان كان بوب وبوتمان وشار وتريبيير وبيرن، اي حد من خط الدفاع بتاعهم هيكون الاولويه، ومش للماتش ده بس للجولات الجايه كمان. وانا من رايي انك لازم تستغل الدفاع بتاع نيوكاسل الفترات الجايه وتعمل منه دبل، مش تجيب واحد منهم بس، لان الناس معظمها معاهم تريبيير او بوب، فانت كده لما يطلعوا بكلين شيت انت ما بتستفادش منهم بحاجه، لكن لما يبقى معاك دبل دفاع منهم انت كده هتستفاد اكتر. ويا سلام بقى في ناس مجانين وفعلا دي حركه كويسه جدا ان هم عملوا تريبل من الدفاع بتاعهم، مثلا بوب في الحارس وفي الدفاع بوتمان وتريبيير او بوتمان وبيرن على حسب ميزانيتك. وافضل اللعيبه من نيوكاسل وهو في خط النص واختيار ديفرنشال كويس جدا جدا هو جوردن، وبرده مش للجوله دي بس للجولات الجايه، بس قبل ما تجيبه حط في بالك ان هو ناقص له انذار واحد ويتوقف ماتش عشان كده هيكون عنده تراكم انذارات. وافضل اللعيبه برده من نيوكاسل اللي انت تجيبها دلوقتي وانت مطمن ان هو هيلعب اساسي الفتره الجايه هو ويلسون. افضل اللعيبه من بيرنلي فاكس طبعا ما تجيبش اي حد منهم. وماتش زي ده ان شاء الله ما نتخزوقش في الكلين شيت بتاع نيوكاسل ويطلعوا بكلين شيت، وانا شايف ان الماتش ده اقرب له 3-0 او 4-0 لنيوكاسل.
ونيجي بقى للماتش اللي بعده، ويست هام وشيفيلد. افضل اللعيبه من ويست هام بوين طبعا رقم واحد، رقم اتنين جيمس وورد براوس، وانا ما بحبذهوش قوي الا للماتشات المتقفله، علشان وورد براوس دايما هتلاقيه بيلعب ركنيات وفاولات، وويست هام بتعتمد على النقطه دي. لكن ماتش زي شيفيلد انا شايف ان هيبقى اللعب مفتوح، شيفيلد مش هتنزل تدافع قوي، هي كده كده اصلا ما بتعرفش تدافع، فانا شايف ان اللعب مفتوح اقرب له هيكون طبعا بوين. وبرده اختار ديفرنشال لوكاس باكيتا، واختار ديفرنشال اكتر كمان هو انطونيو في الهجوم. وطبعا شيفيلد فاكس خالص ما تجيبش اي حد منه. وماتش زي ده انا شايف ان كلين شيت لويست هام بنسبه كبيره. وبالنسبه للكلين شيت انا شايف لو انت معاك اريولا في الحارس تاني ان انت تلعبه اساسي، حتى لو معاك ايدرسون، ويا سلام بقى لو انت معاك في خط الدفاع حد من دفاع السيتي مثلا وولكر، يبقى هتلاعب اريولا وولكر. طب لو مش معاك حد من دفاع السيتي، شايف برضو ان ماتش اريولا اسهل بكتير، المفروض ان هم يطلعوا منه بكلين شيت. فماتش زي ده انا شايف ان كلين شيت بنسبه كبيره لويست هام، وشايف ان هو ممكن يخلص 3-0 او 4-0 برضو لويست هام. ونيجي بقى للماتش اللي بعده، الارسنال وبورنموث. انا شايف افضل اللعيبه من الارسنال، طبعا كلنا عارفين ان ساكا اتصاب وبنسبه كبيره جدا ان هو هيكون غايب الماتش الجاي، فانا شايف ان هيكون افضل اللعيبه من ارسنال هو خيسوس وتروسارد. غير كده مفيش اي حد من الارسنال قدام ان انت تثق فيه ان انت تجيبه. انت لو معاك ساكا ممكن تبيعه للجولات الجايه، ان هم الجدول بتاعهم مش اسهل حاجه، وان انت ممكن تجيب اختيارات مكانه افضل بكتير من اللي احنا هنتكلم عنها. لكن لو طلع ارتيتا وقال مثلا ان هو الماتش الجاي قدام بورنموث بس اللي هيغيب وبعد كده هيرجع، خلاص انا شايف برضو ان انت ممكن تسيبه لو اتاكدنا ان هو بس هيغيب ماتش واحد او حاجه. لكن لو اكتر من كده فخلاص طبعا بيعه ونشوف حد مكانه افضل اللعيبه من بورنموث، ففاكس ما تجيبش منهم اي حد خالص، بالذات كمان الجوله دي ان هم قدام الارسنال يعني. وماتش زي ده انا شايف ان كلين شيت بنسبه كبيره للارسنال، وشايف ان ممكن الارسنال تكسب 2-0 او حاجه. ماتش بقى السيتي والفرهابتون. افضل لعيبه من السيتي طبعا من غير كلام مش محتاجين نتكلم عن هالاند. طيب بلاش مين بقى للماتش ده بالذات؟ الفاريز كان لسه بيلعب ماتش في الكاس قدام نيوكاسل وتقريبا لعب الماتش كله، فاذا حاجه زي دي هتاثر جامد ان هو الفاريز بنسبه كبيره للماتش الجاي هيكون دكه، لان الماتش الجاي قدام ولفرهامبتون والماتش اللي بعده قدام الارسنال. غير كده اصلا هم عندهم ابطال في نص الاسبوع، غير كده اصلا ان الفاريز بقاله فتره ما بيريحش، وجوارديولا طلع قال اكيد هيجي له ماتشات هيريحه في الماتشات السهله عشان عايز يكون بفورمته في الماتشات الصعبه. فالمتوقع ان هو هيلعب باي حد قدام في الهجوم قدام ولفرهامبتون. كده كده حتى لو لعب بإيدرسون وينج كده كده السيتي هتكسب ولفرهامبتون ومستريح. وبقى الماتش اللي بعده هيكون الصعب بالنسبه لهم وهو ماتش الارسنال. افضل اللعيبه برده من السيتي لو لعب الماتش ده هيكون كويس جدا وهو دوجو، وطبعا في الدفاع لو انت معاك وولكر. بالنسبه لولفرهامبتون فهي فاكس خالص للجولات الجايه، فما بالك بقى لجوله السيتي، اكيد مش هتلاعب حد منهم خالص يعني. وانا شايف ان ماتش زي ده المفروض ان كلين شيت للسيتي، لكن ما بثقش فيهم خالص بصراحه في الدفاع، لان اي كوره بتروح عليهم دايما بتبقى جون، فكمان الماتش بره ارضهم، فانا عشان كده بقول لك ان بلاش، لو انت معاك اريولا لعبه اساسي احسن. انا شايف ان ماتش زي ده السيتي تقدر تسجل 3 او 4 اجوان في ولفرهامبتون عادي جدا، حتى لو الفاريز ما بيلعبش اساسي. ونيجي بقى للماتش القمه ليفربول وتوتنهام. افضل اللعيبه من توتنهام طبعا من غير كلام وهو الكوري سون هيونج مين حبيب قلبي، وطبعا ماديسون. وفي كلام جامد جدا ان هو هيلعب اساسي الجوله الجايه، وان هي بس اصابه خفيفه. هنتابع برده في المؤتمرات ولو في حاجه ان شاء الله هنزلك على تويتر، لكن هو بنسبه كبيره ان هو هيلعب اساسي للجوله الجايه. وانت لو معاك الاثنين للجوله الجايه لعبهم اساسي عادي جدا، زي ما انا قلت لك الجوله اللي فاتت ان انت لعبهم قدام الارسنال، ان هو فريقي وانا عارفه على ارضه بيفتح مساحات جامد جدا، ولعبوا قدامنا ماتش جامد جدا. نفس الكلام بقى ما بالك بقى ان هو توتنهام وعلى ارضهم، وكمان الدفاع بتاع الليفر اوحش اصلا من الدفاع بتاع الارسنال، فانت لو معاك الدبل منهم ان انت تلعبهم الاساسي عادي جدا. واودوجي بلاش للجوله دي، لو انت معاك حد على الدكه احسن منه ماتش واحسن منه ان انت ممكن تلعبه اساسي. افضل اللعيبه بقى من ليفربول طبعا رقم واحد من غير كلام وهو محمد صلاح، ورقم اتنين هو داروين نونيز. غير كده بلاش ان انت تجيب اي حد منهم للجوله دي او حتى للجولات الجايه. وماتش زي ده انا شايف ان هيكون فيه جوان كتير جدا، زي ما قلت لك ان هيكون فيه جوان كتير جدا قدام الارسنال وتوتنهام. نفس الكلام ماتش زي ده انا شايف ان هيكون فيه جوان كتير جدا، ممكن يخلص 3-3 4-3 2-2. شايف ان هيخلص تعادل ايجابي بجوان كتير، او ان توتنهام هتكسب بفرق واحد او حاجه. ونيجي بقى للماتش اللي بعده نوتنجهام وبرينتفورد. افضل اللعيبه من برينتفورد فاكس ما تجيبش حد منهم للجولات الجايه، خلاص كفايه قوي على مبيوم وكده. خلاص الهجوم بتاع برينتفورد تحس ان حصل فيه حاجه غريبه، هما ما بقوش يروحوا على الجون، لسه كانوا بيلعبوا الارسنال بدكه الارسنال وهما كانوا بيلعبوا كلهم اساسي. الفريق حرفيا ملوش اي شكل في الهجوم خالص، وده مش الماتش ده بس، هما بقى لهم جولتين على كده.
فخلاص بلاش مبريمو، بلاش ويصا بقى، حتى كمان هنري عندهم اتصاب، فبلاش اي حد منهم. لكن لو انت معاك مبريمو لعبوا الجوله دي خلاص، لكن لو انت بتعمل الوايلد كارد فبلاش. وحتى كمان لو انت معاك ترانسفير فاكيد مش هتروح تجيب مبريمو. وافضل اللعيبه من نوتنجهام هو برده لسه عوني، ومش للجوله دي كمان، للجولات الجايه، وانت ممكن تلعبوا الجوله دي عادي جدا. ما تقولش بقى ان دفاع برينتفورد كويس ولا حاجه، دفاع برينتفورد ما بقاش كويس وهجوم برينتفورد ما بقاش كويس برده. وماتش زي ده انا شايف ان ممكن يكون تعادل ايجابي 1-1 او حاجه، او نوتنجهام تكسب بفرق جون 2-1 او حاجه. ونيجي بقى للماتش اللي بعده، فولهام وتشيلسي. فولهام طبعا فاكس، ما تجيبش منهم اي حد خالص. بالنسبه بقى لتشيلسي، طبعا لو انت معاك الظاهره نيكولاس جاكسون هتبيعه اكيد عشان هو خلاص موقوف الماتش ده. بس احب افكرك واعرفك ان جاكسون في ماتش قدام برايتون في الكاس جاب جون. هتقولي ازاي؟ انا معرفش. هل لما نبيعه هيعاقبنا علشان احنا بعناه؟ انا حتى لو هيعاقبني ان انا بعته، انا خلاص مش هدخله في تشكيلتي ده خالص. حتى لو هيجيب سوبر هاتريك كل ماتش مش هدخله في تشكيلتي. يعني ما شاء الله على الواد، انا مش عارف انت عايز تصبر عليه اكتر من كده ازاي، ان هو جايب جون في 6 ماتشات و5 انذارات. يعني بجد رفقا بالارقام يا ظاهره. وتشيلويل برضو لو معاك فخلاص بيعه، كفايه قوي عليه، خصوصا كمان ان هو كان اساسي قدام برايتون. وخصوصا كمان اكتر ان كلام بوتشيتينو طلع ان هو بيدافع عن موضوع ان هو ما بيلعبش تشيلويل اساسي، وان هو بيقول ان هو كولويل بيحبه وان هو بيلعبه اساسي وان هو مقتنع بيه. فانا حسيت من كلامه بنسبه كبيره كمان ان هيكون تشيلويل في الماتشات الجايه هيكون كمان دكه. اللعيب الوحيد اللي انت ممكن تصبر عليه من تشيلسي للجولتين الجايين بس وخلاص وبعد كده تبيعه هو ستيرلينج. غير كده ان انت اكيد مش هتروح تجيبه. لو انت بتعمل الوايلد كارد او لو انت معاك ترانسفير اكيد مش هتروح تجيب ستيرلينج. نيجي بقى للعيب اللي نقول له اتفضل عندنا، واللعيب اللي نقول له فارقنا يا عمنا. اللعيب اللي نقول له اتفضل عندنا طبعا رقم واحد هو نيكولاس جاكسون. لا طبعا بهزر معاك، يعني نيكولاس جاكسون ايه ده؟ اللعيب احنا نقول له فارقنا يا ابن اللعيب اللي بجد بقى نقول له اتفضل عندنا هو طبعا رقم واحد محمد صلاح، ورقم اتنين الكوري سون هيونج مين، ورقم تلاتة جوردون، ورقم أربعة بوين، ورقم خمسة أي حد من دفاع نيوكاسل. اللعيب اللي نقول له فريقنا يا عمنا رقم واحد تشيلويل، رقم اتنين مبويمو، رقم تلاتة ويصا. ونخش بقى على الفقرة الأهم والأهم وهي الكابتنة. طبعا من غير كلام رقم واحد في الكابتنة المضمونة وهو هالاند، ورقم اتنين في الكابتنة المضمونة وهو بوين قدام شيفيلد بالدفاع شيفيلد المضحك ده، ورقم 3 في الكابتنة المضمونة من وجهة نظري سون قدام ليفربول. وخصوصا كمان لو ماديسون اتأكدنا ان هو اساسي فسون هيكون اختيار للكابتن كويس جدا جدا. الكابتنة المجنونة بقى رقم واحد هالاند اللايت قدام كريستال بالاس، رقم اتنين موريس في الدبل بتاعه هيكون برضو اختيار كابتنة مجنون شوية، ورقم 3 جوردون قدام بيرنلي. ونيجي بقى لافضل 11 لعيب من وجهه نظري للجوله الجايه، جمعتهم لكم في تشكيله واحده. بوب في الحراسه، تريبيير وولكر وكوفال، بوين وعبد الله دوكوري وجوردون وسون وراشفورد وهالاند طبعا وموريس، وهالاند طبعا هو الكابتن. ودي تشكيلتي يا صديقي للجوله الجايه. انا لسه ما عملتش الترانسفير بتاعي بس هقول لك الافكار اللي في دماغي. انا معايا اريولا هلعبه حارس اساسي على ايدرسون، معايا في الدفاع تشيلويل واودوجي وكاش، معايا في خط النص مبويمو وستيرلينج وساكا وسون وماديسون، معايا اتنين في الهجوم هالاند والفاريز. طبعا تشكيله مضحكه جدا محتاجه لها سوالف كتيره. يعني انا عندي الجوله الجايه بنسبه كبيره جدا ان تشيلوي مش هيلعب اساسي، وانا حاسس ان بنسبه كبيره الفاريز مش هيلعب اساسي، ساكا بنسبه كبيره جدا مش هيلعب اساسي. انا كده بالمنظر ده لو ما عملتش سالب كده هخش بخمس لعيبه الجوله الجايه. بص كده انا عايز امشي مين؟ اول واحد طبعا من غير كلام هو تشيلويل. طبعا هروح اجيب اي حد من دفاع نيوكاسل، ممكن برضو تريبير. عايز برضو امشي في النص ساكا ان هو برضو مش هيكون بيلعب اساسي، ممكن اروح مثلا حد من نيوكاسل برضو زي جوردون او حاجه. وعايز برضو ان انا امشي في الهجوم ادوارد عشان معايا على الدكه، وان انا اجيب حد من الهجوم العبه اساسي وابقى لاعب الفاريز الجوله اللي بعدها اساسي. انا لسه ما استقريتش على التبديلات اللي هعملها بنسبه 100%، بس قلت لك الافكار اللي في دماغي وبنسبه كبيره ان انا ان شاء الله هعمل حاجه منهم يعني. وان شاء الله برضو هبقى اكتب على التويتر. لو انت مش عامل لي فولو على التويتر فانا سايب لك اللينك بتاع التويتر في الديسكريبشن تحت، يبقى تابعني برضو ان انا هقول لك عملت ايه في تشكيلتي قبل الديدلاين ان شاء الله. وبس كده يا صديقي، دي كانت نهايه الحلقه. ان شاء الله الجوله الجايه كده انا نفسي بس في اسهم خضراء عشان الوضع بقى صعب جدا والله. ان شاء الله كده نكون كلنا نجيب اسهم خضراء الجوله الجايه ونطلع كلنا الحلقه الجايه نبقى مبسوطين وفرحانين ونفرح مع بعض ان شاء الله. وطبعا لو عجبتك الحلقه فما تنساش تعمل لي لايك عشان ده حقيقي بيساعدنا جدا، وبرده تعمل لي اشتراك عشان ده برده بيساعدنا جدا ان احنا نوصل لعدد اكبر من الناس في اسرع وقت ممكن. وكان معاك مروان رفعت، اشوفك على خير ان شاء الله في حلقات جايه، وسياحو فانسي، سلام.